حبايب قلب ام امل، حبايب قلبي، بصوا بقى. دي بقى من سهرات الام اللي هي تسهر مع عيالها فيفشلوها بالليل. ماشي، قعدت سهرانه انا ومحمد. قال لي ما اقول لك ايه، ما انا جايب كيسين بليله يا ماما، ما تيجي نعمل بليله بلبن كده. ورحت جايبه البليله اهي، حطيتها اهي، فضيتها على اللبن بسخنها. بصوا، عشان بس دي الام لما تسهر مع عيالها بالليل هي تبقى عايزاهم يعملوا رجيم وهم يفسدوا اخلاقها. دي بليله بلبن. جبت البليله من اللي انا ما عاملاهاش في البيت بصراحه، جايباها من اللي جايبها محمد من الراجل، كان جايب كيسين. جبت الكيس، حطيت عليه حوالي كيلو الا ربع لبن. غليت اللبن وحطيتها فيه، وحط لها سكر، وحطيت لها كيس فانيليا بيديها ريحه حلوه. دي كده حكاية الأم المصرية لما تسهر مع عيالها بالليل. دي الأم المصرية لما تسهر مع عيالها تعمل إيه؟ تحط أكل هي وعيالها وياكل. وده حال الأم المصرية لما تسهر مع عيالها. بصوا، عملنا بليلة باللبن أهي، حطيت فيها كيس فانيليا عشان يديها طعم ريحة حلوة. وده كده علشان نعمل رجيم. الأم المصرية ما ينفعش معاها هي وعيالها رجيم على فكرة، على وضع أنا وعيالي. بصي، دي السهرية بتاعت أنا والأستاذ محمد لوحدينا كده. يلا، ده يقول لك تاكل حته بسبوسه، وده يقول لك بصوا فشل. بالهنا والشفا ليا وليكم، حته فرفشه كده.